ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده نعمل مع بعض احلى طريقه جلاش في 5 دقايق بالظبط. هكون عملت احلى جلاش. هجيب انا لفه الجلاش واعد كده 4 ورقات واروح لفهم كده. بصي اطبقهم كده، اطبقهم مستطيل كده كده بس، ونحط في الصينيه من غير بقى ولا تدهني كل ورقه او ورقه ولا الكلام ده كله. كده برضه هنعد 4 ورقات معانا عشان تبقى ايه مورقه معانا وخفيفه، متبقاش برضه تقيله قوي لو عملنا اكتر من كده. بس هطبقها كده تطبيقات متساويه وحطي في الصينيه. مش هتاخد معاكي 5 دقايق بالظبط، هتكوني عامله لهم احلى صينيه جلاش في العالم. طبق كده خلاص، حطي في الصينيه عندك. بصي في ثانيه ما كملتش معايا ربع ساعه بالظبط سوا بكل حاجه كنا واكلينها. اهي كده. ممكن لو عايزه تحشيها احشيها اي حاجه انت عايزاها. بص كده 4 ورقات في 4 ورقات. خلصت هنا كل الكميه كده زي ما انتم شايفين. هقطعها بقى ايه مثلثات. بصوا كده، بس خدوا بالكم كده من التقطيع. اسهل من كده جلاش مش هتلاقي. احلى جلاش ممكن تعملوه. بصوا اهو، بصوا طريقة سهلة قوي 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 فوق ما انتم ما تتخيلين، والطعم ولا اروع من كده. ولا بقى تمسكي ورقة ورقة تقعدي تدهنيها وتزهقي في نفسك. هو كده على طول لفي وقطعي. بصوا اهو، نقطع كل كمية الصواني بنفس التكنيك والطريقة اللي انتوا شايفينها دي. مثلثات 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 كده. معانا بقى ايه كوباية سمنة، هحط عليها نص كيس بيكنج باودر. ايه بقى فايدة البيكنج باودر؟ البيكنج باودر بيهشش الجلاش معايا ويخلي كل السمنة تخش كويس جدا في قلب الجلاش. بس السمنة هنا هتكون دافية مش سخنة، دافية بس يا دوبك ايه يعني تسيح وتروح طافية عليها كده. دوبتها كده خلاص كويس. نسقي بقى ايه الصواني بتاعتنا. بصي لفة الجلاش عملت لي صينيتين معايا حلوين اهو. هنسي ما تقلقيش بقى من كميه السمنه. السمنه كتير لا، حتى لو السمنه انت شايفاها كتير في الصينيه، الجلاش بياخد سمنته المظبوطه والباقي بيطرده، وهتروحي مصفيها قبل ما نسقيها لو السمنه كتير. احنا بقى بنحطها كده وتسيبيها 10 دقايق. تقعدي بقى تحركي الصينيه يمين وشمال كده وتسيبيها بس 5 دقايق كده ولا 3 دقايق الجلاش يشرب السمنه معانا. بصي نجيبها كده يمين وشمال عشان تخش في قلب ايه طبقات الجلاش. هنا بقى احطه درجه حراره 180 لمدة نص ساعة. لو اتحمر من تحت بس عند درجة حرارة هادية عشان خاطر كل الطبقات تعمل. بص بقى مورق ازاي. هنا بقى معايا التسقية بتاعته ايه. عايزة شربات اسقي، مفيش شربات هنحط ايه بقى. دي التسقية بتاعتي كوباية لبن عليها معلقتين لبن بودرة، مكعب زبدة، معلقتين سكر بودرة زي الحليب المكثف كده، بس انا مزوداه لبن وسقيها بيه. طعمه بقى كده عامل زي الفطيرة ابو لبن بتاع زمان. طعمه كان حلو قوي. ولو حابه تسيبي العسل برضو سي، ده بيبقى عسل بتاعه تقيل عشان يبقى مقرمش. تمام تقيل بارد. نوزعها كده كويس في قلب التسقيه بتاعتنا. يبقى دي التاني. هقول الشربات ده ايه. كوبايه لبن، معلقتين لبن بودره، مكعب زبده، ومعلقتين سكر بودر. ده انت بتحكمي في طعم السكر معاكي عشان ما يبقاش مسكر قوي ويجزع نفسك. بس وخلصنا كده. احلى جلاش ممكن تعمليه في حياتك، سهل وجميل وطعمه حلو قوي قوي قوي. بصي طبقاته عامله ازاي ومفتح ازاي من كل حته. السمنه دخلت في قلبه كويس قوي، وتسقيه اللبن دي طعمه حلو قوي. هتفكركم بحاجات زمان وطعم بتاع الفطيره ابو لبن بتاع زمان ده. يا رب تجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.